شبه رسمي انتقال أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي إلى فريق قاسم باشا بالدوري التركي. وطبعا قاسم باشا كان بيلعب فيه قبل كده تريزيجيه. العرض عبارة عن $1,000,000 للنادي الأهلي و$650,000 راتب سنوي للاعب. النادي الأهلي سمح لكوكا بأن هو يخوض تجربة احتراف جديدة بالنسبة له، وأن هو خصوصا أن هو لسه صغير وممكن النادي الأهلي يستفيد منه فيما بعد. فاضل بس الرتوش الصغيرة. النادي الأهلي عايز 20% إعادة بيع، إنما نادي قاسم باشا عايز 10% إعادة بيع. بس الأمور شبه منهية بإذن الله في انتقال أحمد نبيل كوكا للنادي قاسم باشا طبعا. كل التوفيق لأحمد نبيل كوكا، خصوصا أن هو لعيب لسه صغير، مع الوقت يقدر يفيد المنتخب الوطني كمان ومع المشاركات الجاية إن شاء الله، ويكون سبب مع لعيبة كتير في الصعود لكأس العالم اللي قرب بنسبة كبيرة. وإن شاء الله نشوف الماتشين الجايين لمنتخب مصر بإذن الله في شهر 9 الجاي ده. وبإذن الله كل التوفيق لأحمد نبيل كوكا والمنتخب مصر.